صباح الأحمد، رسالة أوجهها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أمير بلادي الكويت. لك السمع الطاعة، لك السمع الطاعة، لك السمع الطاعة إلى حد ما، لأننا نخشى الله في مخالفة طاعة ولي الأمر، إلا إذا نهيتنا عن المساجد. أنت ما نهيتنا عن المساجد فلك السمع، لما عصيتك معصيت الله. لكن شنو يقول لك الملك سلمان؟ اسمع يا حكام الخليج، سيدكم وسيد كل السيادة الملك سلمان ابن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني أسأل الله أن يرضى عنه، يعني مو برضي عنه صحابي، لا أسأل الله يرضى عنه. والله وبالله وتالله ما الله مكنه في هالمكان هذا إلا أن الله يرى فيه الخير. هذا سيف الإسلام. سيف من؟ سيف الإسلام 2016 بإذن الله. يا شيخ صاحب فوزان، ارفع راية الجهاد قسما بمن أحل القسم أن ندخل على المشركين حتى في أحضان، لو كانوا في أحضان نساء. زناوي الحسينيات قالوا بعمايم صاروا أسياد وصاروا أشناب، وحني السنة بالكويت ندسنا وصرنا أذناب. ليش؟ خايفين من إيران؟ للعن أبوكم لا أبو إيران، للعن أبوكم لا أبو إيران. يا كويت بردك هب حرتك متلثمين بالعمايم والصيام، ما به سني من البدو صار منا. ضايفنا كله عساك والخدام، ترى الله معزنا في وطننا. شد الرحال وسوق يوم دار مكة والمدينة أبكسر القاف. وعند سيدي سلمان، سلمان غلطان من سماك. سلمان عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله. كيفك؟ هلا والله. والله الله قاعد اسجل يعني. اجل الشعوب العربية. من وين انت؟ انا من مكان ما، بس ما يفاضي، انا مشغول الحين مع الامير قاعد ينتظرني الان. هذا الامير جالس على البنت، البنت الروز رايس. شو ها؟ يلا انا مشغول معلش بعدين. المهم ما بختصر، الامير جاء الحين على البنت لي وبطلع وياه. بس اسمع، يا ليت مسمي سماك بليهان عز الله، اسم جاي اسم كفو لك وانت جاي زله، ومن ضاع ينشد